ازيكم؟ انا جيت. ازيك يا صديقي؟ اتمنى تكون بخير. النهارده احنا هنتكلم عن ازاي نجيب اول عميل. المشكله ان انا بلاقي دايما ناس بيبقى عنده شغل كتير وشغال وعنده مشاريع كتيره ومشاريع كويسه فعلا، ولكن بيقول لي انا مش عندي عملاء ومش عارف اجيب عملاء. طيب في الحلقه دي احنا هنتكلم عن ازاي تسوق لنفسك كويس. يعني احنا خلاص عملنا اول مشروع بالثلاث طرق اللي احنا شرحناهم في الفيديو اللي فات، فدلوقتي عايزين نسوق لنفسنا. فازاي نسوق لنفسنا بشكل كويس؟ طيب عندنا طرق كتيره ممكن نسوق بيها لنفسنا. بكل بساطه يا صديقي، أول طريقة إن إحنا ممكن ننزّل كل الشغل بتاعنا على كل المواقع أو كل السوشيال ميديا بتاعتنا. طيب إزاي؟ أنا دلوقتي عملت أول مشروع بأيًا كانت الطريقة اللي أنت استخدمتها من الفيديو اللي فات، عملت أول مشروع، خلاص أنا معايا أول مشروع. طيب أجيب أول عميل إزاي؟ ممكن تنزّل تفاصيل المشروع ده، يعني تاخد screen مثلًا screen recording وأنت بتصمم المشاهد الillustrator وscreen recording وأنت شغال في الafter effects، أو حتى مش لازم وأنت شغال، أنت ممكن بعد ما تخلص الproject خالص تسجل الشاشة بتاعة after effects وتبدأ إن أنت تعمل منها فيديو. يعني هتاخد الscreen recording دي هتحط عليها أي حاجة، أي موسيقى، أغنية، أي حاجة أنت حاببها أيًا كانت هي، حتى لو هتحط عليها أي حاجة أيًا كانت، أو تنزّلها حتى من غير موسيقى، وتقوم جاي منزّلها مثلًا على LinkedIn، تنزّلها على Facebook، تنزّلها على WhatsApp، تنزّلها على أي حتة على الإنستا، أي مكان تقدر تنزّل فيه الفيديو ده تنزّله فيه. طب في ناس كتير بتقول لي طيب أنا ليه أنزّله على الWhatsApp، ليه أنزّله على الFacebook؟ صديقي أنت ما أنتش عارف العميل ممكن ييجي منين. العميل ممكن يبقى حد أنت عارفه محتاج الحاجة دي بس مش عارف إن أنت شغال فيها أصلًا. فأنت بتحاول على قد ما تقدر إن أنت توصّل إن لكل الناس اللي أنت عارفها إن أنا لأ، أنا شغال ده وباعمل ده، لو أنت محتاج ده أنا موجود. هي دي كل الفكرة. فبتنزّلها على الفيسبوك بيشوفها الناس اللي عارفينك والناس اللي مش عارفينك، تنزّلها على الواتساب بيشوفها الناس اللي عارفينك، تنزّلها على LinkedIn بيشوفها الناس اللي متخصصين في شغلك، ممكن يكون حد منهم مزنوق في شغله ومحتاج حد يزُق معاه الشغل فيكلمك، ممكن يعجبك شغله فيرشّحك لحد. ما حدش عارف الرزق بييجي منين وما حدش عارف ربنا ممكن يرزقك منين، هي دي الفكرة. فدلوقتي هتنزّل التفاصيل بتاعة الفيديو ده، ممكن تشاركه كمان على الجروبات على الفيسبوك، في جروبات كتيرة بتبقى متخصصة في الmotion والmontage والكلام ده. بس فدي أول طريقة، إن أنت تنزّل التفاصيل بتاعة الفيديو اللي أنت عملته على جميع السوشيال ميديا، ده رقم 1. رقم 2 إن أنت ييجي لك عميل من خلال إن أنت تعمل account على المواقع بتاعة الfreelance، زي مثلًا مستقل، زي upwork، زي أيًا كان الموقع اللي أنت ممكن ييجي في بالك. أنت ممكن تشتغل على أي موقع منهم تقدر تجيب من عليه أول عميل. هتبدأ تعمل account، في فيديوهات كتيرة بتشرح إزاي تعمل كده. تعمل account على مستقل مثلًا وتبدأ تقدّم على الشغلانات اللي جاية. طيب في ناس كتيرة بتبدأ تقول لي مستقل الكلام ده مش عارف إيه، ما عادش بيجيب عُملا بسرعة وفي حاجات. طبعًا يا صديقي هو مش هيجيب عميل مجرد أنت ما تقدّم حتى لو شغلك عامل إزاي. هي الفكرة كلّها إن العميل أنت طبعًا أول مرّة هتقدّم على مستقل بتبقى مالكش تقييم على الprofile بتاعك. أنت بيبقى الprofile بتاعك لسه ما فيش ولا نجمة، ما فيش أي feedback، ما فيش أي حاجة. فأنت دلوقتي بتبقى محتاج إن أنت تصبر في أي حاجة. هو حتى سبحان الله في حياتنا عمومًا الصبر مطلوب. أي حاجة أنت محتاجها، أي حاجة أنت عايز توصل لها لازم تصبر عليها. ما فيش حاجة بتيجي في يوم وليلة. فأنت هتفضل وقت شوية حلوين، وده ما تربطوش بحاجة. يعني أنت ممكن تبقى بتعمل الموضوع اللي أنا قُلت لك عليه، إنك تسوّق لنفسك في السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت تزامنًا أنت ممكن تعمل حوار إن أنت تعمل بروفايل على مستقل وتعمل الكلام ده. فأنت لازم يبقى عندك الصبر على الشغل وعلى الرزق، لإن ما فيش حاجة بتيجي في يوم وليلة يا صديقي. فهتصبر تقدّم على شغلانة والتانية والتالتة والعاشرة لحد ما في عميل منهم ييجي لك، حتى لو هتتنازل شوية وتشتغل له حتى لو بمبلغ بسيط، ما فيش أي مشكلة، بس المهم ييجي لك أول عميل. لو اشتغلت مع أول عميل وقيّمك تقييم كويس، أنت كده على مستقل خلاص، أنت عدّيت المرحلة اللي هي أصعب مرحلة. بعد كده اللي جاي كله سهل. مجرد ما هتقدّم على الشغلانة هتبقى أنت خلاص بقيت ذو اهتمام إن العميل يبُص على الprofile بتاعك، لإن هو خلاص كده شافك إن أنت عندك تقييم أيًا كان 5 نجوم أو 4 نجوم، فهيخش يبُص على الportfolio بتاعك. لكن المرحلة الأولى كانت صعبة لإن ما فيش أي تقييم أساسًا. هو ما فيش أي تقييم عشان أصلًا يدخل عندك في الportfolio، فما كانش في تقييم. بس دي تاني حاجة. طبعًا اللي ينطبق على مستقل ينطبق على أي موقع بتاع freelance، فأي موقع freelance ينطبق عليه الكلام اللي أنا قُلته على المستقل ده دلوقتي. طيب يا صديقي، إيه تاني ممكن أعمله؟ ممكن الطريقة التالتة
إن أنت تهتم شوية بشغلك. طب إزاي أهتم بشغلي؟ يعني لازم يكون عندك account LinkedIn ولازم تكون بتنزّل عليه دايمًا. يعني أكيد أنت من يوم ما بدأت تتعلم الmotion لحد ما وصلت للمرحلة اللي أنت تطلّع فيها المشروع كامل، دي مرحلة ما كانتش سهلة مرحلة ما كانتش بسيطة وما وصلتلهاش في وقت قليل، أكيد خدت وقت كبير منّك. فده بيحصل إزاي؟ ده بيحصل من خلال إن أنت تبدأ تنزّل كل الtutorial اللي أنت طبّقتها من يوم ما بدأت motion لحد النهارده، تبدأ تنزّلها على LinkedIn. إن ده كان التطبيق الأول ليك، ده التطبيق التاني ليك، ده التطبيق التالت ليك، بحيث إن أنت تورّي الناس المراحل اللي أنت مشيت فيها عشان توصل إن أنت خلاص أنا بقيت باطلّع مشروع كامل، فأنا هنا، أنا شغّال motion وخدت وقت كبير وكتير، لازم الناس تشوف ده، وبالذات على LinkedIn، بالذات على LinkedIn. فيا صديقي لازم تبقى مهتم بLinkedIn دايمًا، ولو أنت لسه بتبدأ في الmotion فده هيبقى أحسن بكتير، لإن أنت مش هتبقى بتأخّر نَفْسك، أنت هتبقى مثلًا عملت tutorial من على اليوتيوب، تطبيق حتى لو صغير جدًا هتنزّله تقول إن أنا طبّقت tutorial ده من الفيديو بتاع فلان ودي النتيجة، بس ده كل اللي أنت هتعمله. ده بيدعمك في المستقبل، ده بيخلّي عندك إن أنت لمّا توصل في المستقبل لحاجة بعد مثلًا أمّا تبدأ تعمل أول مشروع، هتلاقي نَفْسك بقى عندك ناس متابعاك، ناس شايفة رحلة صعودك، ناس شايفة حاجات كتير. بس رقم 2 وهي إن أنت تهتم بBehance كويس. يعني أنا دلوقتي عملت مشروع، أول مشروع ليّا، ومشروع خاص بيّا، مشروع خاص بيّا، اللي هو أنا اللي عامله من البداية رسم، تحريك وكل حاجة، تمام. أو حتى لو أنت معاك حد رسم وأنت حرّكت، دي تمام برضه ما فيهاش أي مشكلة. فأنت دلوقتي مطلوب منّك حاجة، مطلوب منّك إن أنت تعمل presentation للproject ده بشكل كويس جدًا، جدًا، جدًا وتنزّله على الBehance. طيب يعني إيه presentation؟ يعني إيه أصلًا إزاي أعمل presentation على Behance؟ طيب خلّينا نتكلّم في الموضوع ده في فيديو تاني، حوار إن إزاي أعمل presentation على Behance، لإن الموضوع ده كبير شوية ومهم، بيوضّح للعميل أنت إزاي وصلت إن أنت تعمل الفيديو ده من أوله لآخره، بيورّي العميل تفاصيل الشغل، بحيث إن هو يبقى عارف المراحل اللي أنت مشيت بيها، ما يبقاش مستسهل الموضوع، عشان لو هو حابب يشوف التفاصيل دي. بس في طريقة تانية، الطريقة دي وهي إن أنا كنت ساعات بعد مثلًا أمّا باعمل عندي portfolio على Behance مثلًا، كنت بادخل على LinkedIn طبعًا للناس اللي هي مثلًا اللي أنا شايفها من وجهة نظري إن الناس دي رأيها هيبقى مهم، وكنت بادخل أكلمهم أقول له إيه رأيك في شغلي؟ باخد رأيه في شغلي، منها حاجتين. الحاجة الأولى إن أنت هتستفاد لو أنت مثلًا هو شاف في شغلك حاجة مش كويسة هيقول لك عليها، وده هيحسّن شغلك ومستوى شغلك بشكل كبير. والحاجة التانية إن هو لو شغلك عجبه، لو جه قدامه أي فرصة أكيد هيكلمك أو هيرشحك لأي حد. فده الموضوع بكل بساطة. دي الطريقة الرابعة، أعتقد دي الطرق اللي ممكن تجيب بيها أول عميل. إن أنت ممكن تسوّق لنفسك من خلال السوشيال ميديا بتاعتك، إن أنت ممكن تسجل على موقع freelance وتبدأ تسعى إن أنت تجيب أول عميل فيه. إن أنت تبدأ تهتم بالسوشيال ميديا بتاعتك، تهتم بالبيهانس، تهتم بالLinkedIn، تهتم بفيسبوك وإنستا وحتى الواتساب، ما تنزّل عليه دايمًا كل الحاجات بتاعتك. أتمنى أكون قُلت معلومات تفيدك في إن أنت تجيب أول عميل. وبإذن الله الفيديو الجاي هيكون عن إزاي أعمل presentation على Behance. ولو عندك أي أسئلة أو عندك أي حاجة عايز تسأل عليها وحابب إن إحنا نعمل عليها فيديو، تقدر تكتب في الكومنتات أو تبعت لي على الإنستا أو تبعت لي على تيك توك، تبعت لي في أي حتة. المهم إن أنت توصّل لي إن أنت محتاج فيديو عن كذا. أتمنى تكونوا استفدتوا وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرًا جدًا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.